حلوين 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 حلوين. ريال مدريد قدر قدام سالزبورج في دوري الأبطال إن هو يكسب 5-1. الجون اللي دخل فيه ده يعني حاجة يعني إيه، جون ده صويبة غريبة شوية، لكن الجون الأولاني اللي إحنا جبناه بصراحة بتاع رودريجو هو يتحسد بجد إن هو بيلعب ناحية الشمال وناحية اليمين بالشكل ده. يعني هو أول ما الكورة جات له عملت عرضية من فينيسيوس عدت من عند بلينجهام، أول ما الكورة جات له شوت يا باشا على طول، ودي من لمسة واحدة على طول، مش لسه هنقعد نفكر وقصد وفصل وبتاع، وأصل بلعب بشمالي ولا بلعب بيميني ولا، ودي على طول. الجون التاني شوف يعني هو عمل الوان مع بلينجهام بقى ظهره الملعب. ممكن يكون وارد ان يبقى في انسجام ما بين بلينجهام ورودريجو، ما هو بلينجهام ده تاني موسم ليه، فهو قرا ان رودريجو هيقوم قاطع في المساحه بعد ما يديله الكوره، فقام عاملها بالكعب، رودريجو برضه من مره واحده على طول من غير ما يقعد يفكر كتير وفي الجول. ده شيء. الجول التالت هو امبابي ضغط وقطع الكوره وكل حاجه جميله وبتاع، بس هو مين بقى قال لك اصل يا عم ده ما هو عادي يعني، ما عادي، ما هو وارد ان هو اللعيبه تغلط قدامه، ما هو مبابي برضه مش عارف ايه، ما هي مش بالاسم بقى، امال احنا يعني احنا مش عايز يتكلم يعني ما هو احنا امال البهدله اللي ببهدلها من اول الموسم دي ايه؟ ما هي مش بالاسم، حتى دي ما كانش بيعملها، حتى دي ما كانش بيعملها. عندك الجون الرابع اللي جابه فينيسيوس، يعني ده عادي، ده واخد ذا بيست من فيفا، مش دبل بالبلندور اللي ما قدرش ياخدها او اللي هم ما رضوش يديها مثلا يعني، ده جون عادي خالص. الجون الخامس حتى في فينت لما دخل عند ال 18 كده، في فينت وعمل وبتاع، ده حلو جدا، ده حاجة يعني مش بعد كده في الدنيا. لكن انا عايز اتكلم فينيسيوس ورودريجو ومبابي وسيدي يقول معاهم بلينجهام كمان اشتغلوا مع بعض اهو في الماتش ده. انشيلوتي بقى اللي قاعد بره ده هيتحسب له بقى ده، يتحسب، ما هو المدير الفني في الاخر. لكن هل معنى كده ان هو يفضل قاعد؟ لا. بس هو طلع في المؤتمر الصحفي الفترة اللي فاتت يقول لك انا مش هارد، انا بيريز قاعد لسه 4 سنين كمان، فانا عايز اقعد 4 سنين كمان معاه. ده يعني ده هبل، معلش يعني، ده هبل. انت يا باشا خلص الموسم بتاعك بخيرك بشرك بحلوك بمرك واتكل على الله، لان احنا مفتقدين الاضافه في الماتشات الكبيره قدام الفرق الكبيره. معلش يعني احنا بنتكلم ومش هنزعجك يعني يا مستر كارلو انشيلوتي، لا ما ينفعش. انت بتلاعب فريق في بينك وبينه مستوى فني كبير وفروقات فنيه كبيره، مفيش تيجي تقول لي اصل ده واصل هما واصل الدنيا واصل لا لا، ده كلام ما يعني ايه، ما ياكلش عيش. ده كلام ما ياكلش عيش، وخليك تقعد في كل ماتش كبير يا ترى يا هل ترى، لا انت معاك تشكيله ما ينفعش تقول كده. ودفاعيا هي مطيرنا ب 60 200 واحنا عارفين، فكان المفروض تعتمد على تكتيك دفاعي، مش هقول لك اكتر وانت عندك اللعيبه الهجوميه دي كلها، لكن تعتمد على تكتيك او على تحولات من الدفاع للهجوم بشكل سريع، وعندك الامكان ده تتحول بشكل سريع، لكن تبقاش هش كده ودفاعي. الجون اللي دخل فيك يعني ياه حصل زيه كتير.